السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع وصفة جديدة من وصفات أمون. أي عزومة ما تستغناش عن تشكيلة من السلطات والمخللات والمقبلات، ده طبعا إلى جانب الأصناف الأساسية. أنا عملت لكم النهاردة بوفيه للسلطات هيشرفكم في أي عزومة إن شاء الله، بس الفيديو كان كبير شوية فقسمته على 3 حلقات. أتمنى إنها تفيدكم وتديكم أفكار. أول حاجة هنقدمها في فيديو النهاردة هو التبولة. التبولة دي سلطة شامية لذيذة جدا ومغذية. بحتاج بقدونس وطماطم جامدة وبصل أخضر أو كراته فرنجي. الكمية دي عشان أعمل طبق متوسط من السلطة. بقطع البقدونس صغير جدا بعد ما أشيل منه الأعواد. الطماطم برضو بقطعها صغير على قد ما أقدر. يستحسن تستخدموا السكينة المشرشرة، السكينة بتاعة العيش. بحط طماطم على البقدونس. بقطع برضو البصل الأخضر أو الكرات، بقطعه صغير على قد ما أقدر. كل ما يبقى أنعم كل ما تبقى أحلى. بضيفه على الطماطم والبقدونس. ده برغل، نص كوباية من البرغل مغسول ومتصفي كويس وما بنقعهوش، هو بيتشرب من المية بتاعة الطماطم. بتبل بالملح وبحط زيت، يستحسن طبعا لو زيت زيتون، وبحط عصير ليمون حسب المذاق. وخلاص كده جهزت عندنا التبولة. طعمها لذيذ جدا وبتبقى ممتازة على أي سفرة، على أي سفرة. ما تروحوش في أي حتة عشان هقدم لكم لسه سلطة الطحينة وحاجات تانية. سلطة الطحينة بالرغم من إنها سهلة جدا لكن مش الكل بيقدر يعملها مظبوط. دي كوباية من الطحينة المركزة، بحط لها ربع كوباية خل. بفضل أقلبها كويس قوي، هتلاقيها تقلت معاكم مش مشكلة. بحط لها بعد كده مية دافية، مش مغلية مش سخنة قوي ومش باردة، دافية. بقلبها. ممكن تلاقي الطحينة برضو تقلت شوية كمان، طبعا على حسب جودة الطحينة. بفضل أخففها شوية شوية بالمية الدافية. أنا بحب الطحينة يبقى قوامها تقيل شوية، يعني خصوصا لو هتتقدم على السفرة مش هتحط على سندوتشات. بحط لها بعد كده فص توم كده مهروس وشوية ملح، وممكن تحطوا نقطة كمون وشطة لو حابين. تحط شوية زيت، أي زيت. بعد كده بتتزين بشطة أو ببابريكا، وبتحط لها شوية بقدونس كده على الوش. ما تروحوش في حتة لسه هنكمل. بعد كده هنعمل سلطة الحمص. سلطة الحمص غير المسبح. سلطة الحمص أنا هحتاج كمية من الحمص، ده تقريبا نص كيلو، وبنقعه لمدة 12 ساعة. بعد كده بسلقه مع حبة من الطماطم مقشرة وتلات أربع فصوص توم. بعد كده بهرسه كويس قوي، وبعدين بستخدم الخلاط الكهربائي أو الهاند بلندر. بعد ما بيتهرس كويس بحط له الملح وكزبرة ناشفة وكمون حسب الرغبة، وممكن برضو نحط شوية شطة لو حبيتوا. بحط فصين من التوم مهروسين،
وحوالي 3 معالق عصير ليمون كبار. بضيف له شوية طحينة، حوالي 6 معالق كبيرة طحينة. وبنحط معلقتين كبار من الخل ونص كوباية من الزيت. بخلط الحاجات دي كلها مع بعضها، وخلاص، وبالهنا والشفا. هنعمل بعد كده صنفين غربيين هنستخدم فيهم الافوكادو. اول حاجة هعمل صوص الجواكامولي. هستخدم حبتين من الافوكادو يكونوا مستويين كويس، بهرسهم. بحط عصير ليمون. بجيب طماطمايه بفضيها كويس قوي من البذور، وبقطع لحمها صغير. برضو عندي بصل اخضر بقطعه صغير. بضيف البصل الاخضر والطماطم على الافوكادو، وبعدين بخلط كل المكونات مع بعض. بحط لها فلفل حامي حسب الرغبة، لان دي سلطة مكسيكي، فبتحب المكسيك بيحبوا الحاجات حامية. بظبطها بعد كده، بحط لها ملح حسب الرغبة، وبنقلب كل حاجة مع بعض، وبتبقى خلاص جاهزة. ممكن تحطوا لها على الوش شوية شبت أخضر، بيبقى طعمه حلو قوي مع الجواكامولي. وبالهنا والشفا. هنعمل بقى كمان صنف بالافوكادو. هحتاج حباية واحدة بس من الافوكادو للصنف الجاي. هعمل صوص الافوكادو مع الكزبرة الخضراء او البيستو. بحتاج كزبرة خضراء و3 فصوص من الثوم، وبصلاية كده صغيرة. بحط حباية الافوكادو في الخلاط، وبحط عليها الكزبرة والثوم والبصل، وحوالي معلقة من عصير الليمون، ونص كوباية زيت، ونص معلقة طعام ملح، ورشة كده من الشطة حسب الرغبة. بضربهم مع بعض لحد ما يعمل لي معجون زي ما انتوا شايفين، ناعم جدا. ده ممكن استعمله كدريسنج لبعض السلطات، ممكن استعمله في الساندوتشات. اخر حاجة بقى هنعملها النهاردة هو مخلل الخيار. بحتاج كمية من الخيار، بغسلها كويس قوي بمية وخل، وبسيبها تنشف كويس قوي قوي قوي. ممكن تقطعوا التبس بتاعت الخيار اللي هي الحتة اللي فوق واللي تحت دي، او تسيبوهم حسب الرغبة يعني، بس تغسلوها كويس قوي لان بيبقى متجمع فيها ميكروبات. بنحتاج مية. المية دي انا غليتها لمدة تلت ساعة وسبتها تبرد. بحتاج كزبرة ناشفة وشطة خشنة وتوم وملح. طبعا الملح ده يفضل يبقى ملح بحري، لان الملح العادي بتاعنا بيبقى فيه يود، واليود هو اللي بيسبب الريم الابيض اللي بيطلع على وش المخلل. البرطمان ده انا معقماه، غليته في المية لمدة تلت ساعة وسبته ينشف. بنرص فيه الخيار زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما رصناه كويس قوي ومزنوق دلوقتي في البرطمان، بنعمل المحلول. لكل كوباية مية بحط معلقة ممسوحة من الملح البحري ومعلقة من الخل الأبيض.
بقلبه كويس وبضيفه للبرطمان، وبعمل كوباية تانية وأضيفها كوباية مية، معلقة ممسوحة ملح، معلقة خل. بفضل أضيف السائل ده أو المحلول الملح لحد ما البرطمان يتملي تماما. بعد كده هحط على الوش كزبرة ناشفة، ممكن تحط كزبرة كمان حبوب، وبنحط التشيلي فليكس أو اللي هي الشطة الخشنة، وبنحط معلقة من التوم المهروس، وممكن تحطوا برضو توم صحيح. بنحط كيس كده على وش البرطمان، وبعدين بنقفله كويس جدا عشان يبقى محكم، وبنقلبه وبنحطه كده على الرف في المطبخ. وكل يوم، كل 24 ساعة بنقلبه مرة. بنفضل نكرر الحكاية دي لمدة 6 أيام. بنسيبه برا التلاجة لمدة أسبوع أو 8 أيام كده، بيبقى خلاص كده استوى. بعد كده بتدخلوه التلاجة لو عايزينه يقعد معاكو لمدة 2-3 كمان. لما بنيجي عايزين نستعمله بنطلع الخيار وبنقطعه في الحال. لو قطعتوه الأول وخللتوه بيتهري، الخيار بيتهري بسرعة، لكن لما بتخللوه هو صحيح كده بيعيش معاكو فترة، يعني بإذن الله ما يقلش عن 3 شهور وبيفضل بنفس الجودة. ده بيبقى طعمه جميل جدا. وزي ما انتم شايفين انا حطاله هنا توم صحيح وتوم مهروس. وخلاص دي كانت مجموعة من السلطات والمخللات. ان شاء الله في فيديوهين كمان هقدمها لكم لمجموعة تانية من السلطات تنفع كبوفيه للعزومة. وان شاء الله رمضان قرب، كل سنة وانتم طيبين. بيحتاج عزومات رمضان تحتاج سلطات كتير. ولو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا شير ولايك واشتركوا في القناة لو مشتركتوش فيها، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل فيديوهاتي. ولو ليكوا أي طلبات اكتبولي في التعليقات تحت الفيديو، وأشوفكم في وصفة جديدة. باي.